يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت، سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. والحمد لله، الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفينا للحق وأبهر، وما على نجم في السماء وأبهر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. فمرحبا أيها الضيوف الكرام، ضيفا وأهلا بكم ألفا ألفا، ونقول لكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس، فسبحان من أسرى. تهنت بك الدنيا فأشرق صبحها، وسرنا ربوع الكون نملأها أجرا. والآن مع القرآن الكريم لفضيلة الشيخ القارئ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ايه حبيبتي؟ اسمي أنا عبد الوهاب. مريم؟ مريم عمرو. حافظة قرآن يا مريم؟ طب قولي الحمد لله رب العالمين كده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وانت حبيبي اسمك ايه؟ عمر. حافظ قد ايه من القرآن؟ حافظ سورة الهمزة. همزة؟ طب قولها كده. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تقطع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. ما شاء الله عليك. قولي بقى تحفظ قد ايه من القرآن؟ أحفظ كتير. كتير؟ انا عايزاك تحفظه كله. ماشي. هتحفظه كله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. بداية أشكر السادة الداعين إلى هذا الاحتفال الكريم. كل عام وحضراتكم بخير. بتقدم بالشكر للحاج حمدان هرجة والأستاذ المحاسب طارق حمدان هرجة. بتقدم بالشكر للأخ الفاضل ماجد هرجة. بتقدم بالشكر للأخت الفاضلة الأستاذة سلوى البسيوني الإعلامية القديرة اللي بتقدم برنامج فارس القرآن على قناة العروبة. هذا البرنامج احنا تبنيناه وهو البرنامج من إنتاج قناة العروبة. اعتبرنا هذا البرنامج صدقة جارية من القناة نبتغي بها مرضات وجه الله. في الحقيقة أنا سعيد جدا أني وسط حضراتكم يعني قرية فعلا اسم على مسمى. كلكم أفاضل وسادة محترمين، والدليل على ذلك أن هذه القرية يخرج منها أطفال صغار يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب. وقد التقيت بهم وكنت سعيد جدا أن أنا صورت معهم في القناة، وده كان شرف لي أني أتصور مع أطفال من حفظة كتاب الله من أهل هذه القرية. شيء عظيم جدا أن قرية يكون منها عدد كبير من الأطفال الصغار حفظة كتاب الله. أنا فعلا سعيد جدا أن أنا وسطكم، ودايما أتمنى أن أكون دايما معاكم في احتفالات. أنا حضرت احتفالات كتيرة في بلاد كتيرة، ولكني لم أجد مثل هذا الجمع الغفير من السادة والحضور، وده طبعا شرف كبير لي أن أكون معاكم. قناة العروبة قناة تخرج من مصر قلب العرب لكل العرب. قناة العروبة قناة شاملة متنوعة، قناة داعمة للحكومة، بمعنى أننا نقف خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل هذا البطل العظيم، الذي حمل روحه على كفه في وقت كان الكثير منا يخاف أن يخرج في مظاهرات خوفا من القتل أو الاعتقال أو ما إلى ذلك. أشكر القوات المسلحة المصرية التي تقف درعا واقيا لمصر على حدود مصر. القوات المسلحة التي يحاول المغرضون والخونة لهذا الوطن أن يسبوها ويصفوها بألفاظ سيئة. الجيش المصري جيش محترم،
الجيش المصري بيدافع عن مصر وعن كل المصريين. الجيش المصري جيش وطني لا يقتل ولا يعتقل ولا يخرب في ولده، إنما يحمل روحه على يده فداء لمصر ولشعب مصر. كذلك أحيي جهاز الشرطة المصرية، الشرطة التي يحاول الكثيرون أن يصفوها بأوصاف سيئة. الشرطة تحمي الأمن والأمان للمواطن المصري. كلنا نعيش في أمن وأمان في مصر، كلنا ننام ونعيش ونسير في الشوارع ليلا ونهارا آمنين مطمئنين بفضل حفظ الله لهذا الوطن ولسهر الجندي المصري سواء على الحدود أو الجندي اللي هو بيعمل في جهاز الشرطة. أحيي الشرطة، أحيي الجيش، أحيي حضراتكم جميعا، فأنتم فخر لمصر كلها وليس للدقالية. فاتني أن أشكر السادة الحضور جميعا، يعني لا أتذكر الأسماء، معي كذلك الأستاذ إسماعيل عضو مجلس إدارة قناة العروبة، وبشكر السيد المحافظ على يعني تشريفه بنائب عنه في هذا اللقاء. بشكر حضراتكم جميعا، وإن شاء الله قناة العروبة تتبنى كل مشاكل المواطن المصري البسيط. نحن مع البسطاء، نحن مع الشعب المصري البسيط، نحن نقدم إعلام محترم يحترم عقلية حضراتكم، لا نقدم إعلان بذيء. قناة محترمة، أتمنى أن نحوز على إعجاب حضراتكم، وأتمنى إن شاء الله أن نحن نقدم إعلام محترم يحترم المشاهد المصري والمشاهد العربي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. والآن مع كلمة المحاسب طارق حمدان مؤسس مسابقة الفارس القرآنية بقرية أبو داود العنب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عجالة سريعة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل ضيوفنا الأجلاء الأفاضل، جزاهم الله خير عنا. وأتقدم برضو بخالص الشكر والتقدير لكل أبنائنا وبناتنا ومحفظين كتاب الله الكريم، جزاهم الله خير عنا. وأخص بالذكر النهاردة الإشراف على الحفل الطيب الكريم الطاهر وشباب قرية أبو داود العنب، وخاصة أسرة مسابقة الفارس للقرآن الكريم. وبدعو كل شباب قرية أبو داود العنب إن هو يساهم معانا ويكون معانا في إنجاح هذه المسابقة في نسختها العاشرة في العام القادم إن شاء الله، والتي ستقام بإذن الله تعالى في شهر رمضان القادم وعلى مستوى مركز أجا، وربنا يقدرنا وتكون أكبر من ذلك، وكله إن شاء الله بفضل الله وبفضل مشايخنا الأفاضل وبفضل شبابنا المحترم. وبهذه الفرصة أتقدم بخالص الشكر والتقدير وخالص الاعتذار لفضيلة الشيخ طه زيادة عما بدر من بعض أهالي قرية أبو داود العنب على الإساءة التي حدثت في الفترة الأخيرة من إهانته واتهاماته اتهامات باطلة. ومن هذا المنبر أتقدم له بخالص الاعتذار. كما يسعدني ويشرفني أن أكون لأول مرة ومنذ 9 سنوات أن أقف هذا الموقف وأقول كلمة في حضور مشايخنا الأفاضل الأجلاء اللي تشرفهم لينا النهاردة أكثر من أكبر هدية إحنا نتلقاها لدعم محافظة كتاب الله. وكل اللي عايز أقوله إن المسابقة دي مش معمولة لأهل أبو داود العنب فقط، هي معمولة لأهل أبو داود العنب خاصة وأهل القرآن عامة على مستوى مركز أجا. وإن شاء الله ربنا يقدرنا بإذن الله تعالى وتكون على مستوى جمهورية مصر العربية إن شاء الله بإذن الله تعالى، وعلى مستوى محافظة الدقهلية خاصة. وبنقول نتمنى من الله ان احنا نكون على مستوى مسابقة الخرافي اللي بعض المشايخ الافاضل طبعا كان زلنا بالموضوع ده او ان هو انهارنا بهذا الامر. جزاكم الله خير وشكرا لحضوركم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير ليا وشرف عظيم ان انا اكون في وسطكم النهارده، وانا فعلا كنت على حق لما سبت التزاماتي كلها النهارده وفضلت ان انا اجي لكم النهارده اشارككم الاحتفال الجميل العظيم ده.
أنا بصراحة مبهور والله. أنا رحت احتفالات كتير يمكن في شهر رمضان، فعلا انتوا هنا احتفال كبير جدا وحاجة عظيمة جدا. أنا مبهور بيكم والله فعلا، والتنافس الكبير ما في حفظة القرآن الكريم، وهذا العدد الهائل اللي بياخد جوائز واللي بتحتفلوا به، خلاني فعلا لازم كل سنة أحرص أن أنا أشارككم الاحتفال ده، وإن شاء الله السنة الجاية يكون على أوسع. وأنا بهنيكم بشهر رمضان وبهنيكم بالعيد. والمناسبة الاحتفال بتاعكم اللي جاي مع مناسبة 30 يونيو الثورة المجيدة اللي أتها الرئيس السيسي البطل العظيم الفارس. أشكركم جدا وكل سنة وانتم طيبين، وبشكركم مرة تانية انكم انتخبتوني واديتوني الثقة بتاعتكم. بشكركم جدا 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 وكل سنة وانتم طيبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المنصة الكريمة، السادة الحضور الكرام، حفظة كتاب الله عز وجل من هذا البلد الطيب أهله، كل عام أنتم بخير. حقيقة لا أجد من العبارات ما يسعفني للتعبير عن هذا المشهد المهيب في المنافسة في حفظ كتاب الله عز وجل، والذي دعا إليه ربنا تبارك وتعالى حين رغبنا في حمل كتابه وقراءته وفهمه وتدبره، وحين وجهنا إليه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ قال رب العالمين في مفتتح سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى كما استمعنا من القارئ الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وآيات كثيرة بين فيها ربنا سبحانه وتعالى قيمة وقامة ومنزلة وعلو شأن كتابه المعظم المقدس، الذي قال فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الفريد، وخاصة في شهر رمضان حين أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وجبريل يسمع، وكذلك كان جبريل يقرأ ورسول الله يسمع.
وهكذا أيضا كان صلوات ربي عليه وآله يحب أن يسمع القرآن من غيره، فليس فقط أن نقرأ القرآن بل وأن نستمع إليه. وحين نستمع إليه نستمع في إصغاء وإنصات وتدبر وفهم. فرسولنا المصطفى كان يجلس ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإذ به يقول لعبد الله: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل القرآن؟ قال: اقرأ علي يا عبد الله فإنني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهنا بكت عيني رسول الله، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استمع إلى آية أفصحت عن منزلته وعلو شأنه، حين يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى برسول الله شهيدا على هؤلاء جميعا. ومن هنا إخوة الإسلام كانوا يتنافسون في حفظ كتاب الله عز وجل، وكانوا يتنافسون في قراءة كتاب الله عز وجل، إلى أن وصل بهم الأمر إلى أن عبد الله الواسطي يدخل بيت الله الحرام فيرى امرأة تقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب، لا تتكلم إلا بالقرآن. سألها وقال بداية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردت السلام قائلة: سلام قولا من رب رحيم. قال لها: ما اسمك يا أمة الله؟ قالت: واذكر في الكتاب مريم. قال لها: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال لها: يا أمة الله أمتزوجة أنت؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ألك أولاد يا أمة الله؟ قالت: واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال لها: يا أمة الله ألك أن تركبي ناقتي هذه إلى أي مكان آخر؟ قالت: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فأناخ الناقة، ولما أرادت أن تركب الناقة قالت: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وركبت الناقة. قال الرجل: فغضضت بصري. وركبت الناقة وأخذت أحدو للناقة وأفصح لها ببياني. قالت: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فلما وصلنا إلى المكان الذي تريده قالت: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال لها: يا أمة الله ألك أن آتي لك بطعام؟ قالت: إني نذرت للرحمن صوما. فلما أقبل المغرب نادت على أولادها وقالت: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال عبد الله الواسطي: فلما تناولت طعام الإفطار وصلت المغرب وجدتها حزينة مهمومة وقد رقدت
قلت يا أمة الله ماذا حدث؟ قالت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفاضت روحها إلى الله، وفي ليلتها رأيتها في منامي، قلت لها يا أمة الله كيف وجدت مقيلك ومصيرك وقدومك على ربك؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا كانوا يتسابقون إلى حفظ كتاب الله، بل كانوا لا يتكلمون إلا من كتاب الله عز وجل، وذلكم لأنه العاصم للإنسان من الوقوع في الزلل، ولأنه المحفوظ من قبل من قال أنا الله، الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تأتي أجيال تلو أجيال تحمل كتاب الله في صدورها، أطفال قد يكون الواحد منهم دون 7 أو دون 5 من عمره، يوفقه الله عز وجل لأن يحمل بين جنبيه كلام رب العالمين، والذي قال فيه المصطفى ما من أحد تعلم القرآن وعمل به إلا ألبس والداه تاجا من نور يوم القيامة، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. وهو المصطفى الذي قال أشراف أمتي حملة القرآن الكريم. وهو الذي قال في حديث آخر خير والأفضل الطاعة كتاب الله عز وجل. الله عز وجل قال في حديثه القدسي أفضل طاعتي أو خير عبادتي قراءة القرآن الكريم، من قرأ آية منه له بكل حرف 10 حسنات. قال النبي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هكذا إخوة الإسلام نتنافس في تحفيظ أولادنا كتاب الله عز وجل، فالأمة بخير ما دامت تتمسك بكتاب ربها. ومن هنا أحيي هذا البلد الطيب أهله، أحييهم جميعا لتنافسهم في فعل الخيرات، أحييهم جميعا لتنافسهم في حفظ كتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل كتابه الذين قال فيهم إن لله من خلقه أهلون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. في ساحة القيامة ينادي الحق أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا رب ومن ذا الذي ينبغي له أن يكون لك جارا يا رب العزة؟ يقول الله أين قراء القرآن الكريم وعمار المساجد؟ هم جيران الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل عام أنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله رب العالمين أن يحفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع شمل أبنائها، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يوفق قادة البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. كل عام أنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقا والله قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله تبارك وتعالى حافظ كتابه بتحفيظه لعباده ولخلقه، وهم صفوة خلق الله تبارك وتعالى. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في سادتنا وأئمتنا ومشايخنا القائمين والمشجعين والمحفظين والمحفزين على إقامة مثل هذه المسابقات، والتي من شأنها أن ترتفع بتحفيظ القرآن الكريم وترتفع بأبنائنا حفظة القرآن الكريم. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في أخينا الفاضل المحاسب طارق حمدان، ويبارك في الوالد الفاضل الحاج حمدان، بارك الله فيه وبارك عليه. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهل هذه القرية الطيب أهلها، كما أدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على خير، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزغ كل شر أو كل سوء من بيننا، وأن يجعلنا معتصمين بكتابه، وأن يجعلنا متمسكين بكتابه، وأن يجعلنا ممن يحفظون كتابه ويقرؤونه ويعملون به. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. شكرا للحضور الكريم، وشكرا لفضيلة الشيخ عبد العال الأشقر الأخ الفاضل، جزاه الله خيرا، سيدنا وأستاذنا الكبير، وفضيلة مفتش الوزارة فضيلة الشيخ حسين أمنة، جزاه الله خيرا عما قدمه لنا من تسهيلات بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك فضيلة الشيخ محمد الجوهري، والذي أمتعنا بكلماته الطيبات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. كما أنوه لكلمة بسيطة، ألا وهي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للحضور الكريم، شكرا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. إن شاء الله الدعوة لأهل أبو داود جميعا غدا إن شاء الله الأمسية الدينية، والفائزين الأوائل من حفظ كتاب الله على المستويات الأربعة، ربع القرآن ونصف القرآن وثلثي القرآن أو 3/4 القرآن والقرآن كاملا مع بعض البراعم، إن شاء الله غدا لقاؤنا بعد صلاة العشاء مباشرة في مع فقرة الإنشاد مع المنشد أحمد السيد. وأجمل منك لن ترى قط عينين، وأطيب منك لن تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاءون. قمر سيدنا
النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ان شاء الله خمسة ان شاء الله نخرج قريب يا حبيبي باذن الله وربنا يشهد كل حاجه ان شاء الله. قول لي يا محمد رايك ايه بقى في حفظ القران؟ عندك استعداد تحفظ القران؟ عندك استعداد؟ تشترك معانا في المسابقه وتطلع معانا رحله عمره ان شاء الله؟ اكيد اكيد. قول لي بقى انت كنت حافظ قد ايه من القران قبل كده؟ حافظ قد ايه؟ طب ممكن تسمعني اي ايتين كده من صوتك الجميل ده؟ ممكن اي حاجه. ربنا يشفيك توعدني بقى المصحف يبقى جنبك او يعني مع اللعبه، مش هقول لك سيب اللعبه، لا العب، وكمان يكون معاك هنا على الموبايل الجميل قوي ده القران وتسمع بالسماعه كل يوم سورتين وتحفظهم. ايه رايك في الفكره دي؟ خلاص واحنا هنجيب حد يحفظ معاك هنا يحفظ معاك هنا. تمام؟ ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. بص عشان نبدا تساعدوه ان شاء الله. هنساعدها ان شاء الله. هاي حكي كاش بعد اذنك. انا اسمك ايه يا حبيبتي؟ مريم. انت يا مريم قلت لي ان انت بتحفظي القران صح؟ طيب انت حفظت قد ايه؟ اسمك شويه. ما رجعتيش تاني؟ طب ايه رايك نجيب حد يحفظ معاك القران وانت هنا في المستشفى؟
موافقه؟ قولي لي بقى، هنا مبسوطه في المستشفى على ما تخرجي ان شاء الله بالسلامه؟ على ما تخرجي ان شاء الله تخرجي وتبقي زي الفل. عارفه بالضحكه الجميله دي هتخفي وتبقي زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. وانت قاعده كمان مع التلوين هتحفظي القران. يبقى احنا كده استفدنا بالوقت اللي موجود هنا في المستشفى ولا لا؟ وعملنا حاجه مفيده ولا لا؟ طيب هتشتركي معايا في المسابقه صح؟ مسابقه ايه؟ الفارس. ان شاء الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. تشتركي معانا السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. لو انت عامله ايه ده الجميل ده؟ ها؟ الله ده الوانك؟ طيب قولي لي بقى ايه رايك نلون ونحفظ القران كمان؟ ها موافقه؟ موافقه ولا مش موافقه؟ تحبي المستشفى هنا؟ بحب المستشفى. طب انت مش انت ضيفه لفتره صغيره قوي صح ولا لا؟ وتخرجي من هنا ان شاء الله ربنا يشفيكي ومفيش اي حاجه خالص توجعك صح ولا لا؟ لا ان شاء الله هتخفي باذن الله. مش المستشفى دي هي اللي هتخليكي بعد ربنا تخفي؟ يبقى احنا لازم نحبها صح ولا لا؟ طيب قولي لي بقى انت عندك مانع ان انت تحفظي القران؟ ها؟ لا. هتحفظي؟ هتحفظي معانا القران؟ ها؟ مش عارفه؟ لا يبقى احنا لازم نحفظ. لو انت مش عارفه تحفظي هنجيب حد يحفظك. ايه رايك؟ موافقه؟ مش عارفه. ما احنا هنخلي حد يجي يقعد معاكي ويحفظك القران. خلاص؟ ايه رايك؟ وتدخلي معانا مسابقه ايه؟ الفارس. مسابقه ايه؟ هتدخلي معانا مسابقه ايه؟ الفارس. خلاص؟ خلاص ربنا يشفيها يا رب يا رب. مالك حافظه قد ايه؟ حافظه قد ايه؟ هتكملي وتحفظي على طول؟ تدخلي معانا المسابقه؟ ها؟ ربنا يشفيك يا رب. سامعيني كده بقى صوتك. خلاص بس ايه ده؟ انا عارف عاوز ايه. صدق الله العظيم. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. دايما قولي القرآن عشان ربنا هيخليك تخفي بسرعة قوي صح ولا لا؟ ها؟ انت منين؟ من جنوب الصعيد. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. إنسان جواك وجوايا، إنسان له حلم له غاية. ولا حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش ليه. ولا حتى روحه ملك ايديه، هو في قلبه من عليه، شايل امل وشوق وحياه. انسان جواك وجوايا، حلم له غاية.
ولا يكره، إنسان شايل أمل بكرة، بيبان في الشدة ويطمن، ولا خان ولا عمره هيخون.